بص يا اخوانا، احنا قلنا لما نقطع في النبات، انا لما بقطع في النبات بعمل تهتك للنسيج بتاع النبات. تهتك يعني المكان بتاع القطع ده يبقى معرض للاصابات الفطريه، فيحصل عندي الداي باك او الموت التراجعي اللي احنا شرحناه. احنا شلنا دلوقتي الكعوب اللي في الشجره وشلنا الموت التراجعي، وجبنا خلطه عباره عن كروبات نحاس، سفنات مسيل، ميتلاكسيل، ملح طعام جميل، ومحطوط عليهم كمان منكوزيب. وكل القطوع اهي اللي انت شايفها دي اهي اتدهنت بنفس الايه. تعال هنا سيد اهي. خلاص، اللي يستخدم الماده دي اي مواد من كده يلبس حاجه في ايده ما يعرضش ايده للمواد دي، ويدهن كل القطوع كده. انا بعمل عازل للايه، للنسيج الميرستيمي بتاع النبات، ما خليش الفطر يتخلى لي. تعالى لي هنا يا سيد لو سمحت، بص اعمل لي دي، اعملها لي كويس من جوه دي، ما خليش الايه الجروح دي معرضه للفطريات عشان ما يحصلش دايباك ويزيد عندي ويقعد يموت في الشجره من فوق لتحت من فوق لتحت لغايه ما الاقي شجره جميله زي دي عمرها كبير انتهت عندي. ايوه زود هنا هي اعمل لي دي تمام. فاي قطع زي ما انت لو تعورت في صباعك ربنا يعافي الجميع لازم يتطهر، بتطهر بالكحول او بتطهر بالديتول. النبات برضو نفس القصه، القطوع الكبيره تتطهر، القطوع الصغيره نرشها. طب نرش ايه؟ نرش اكروبات نحاس، نرش اكسكلور نحاس، والافضل طبعا هو الاكسكلور نحاس. والاكسكلور نحاس هو من ضمن المخلوط اللي احنا عايزين نجيب البرطمان اللي احنا بنعمله، من ضمن المخلوط اللي احنا برضو ايه بنطهر بيه، اللي هو ده الخاص اللي هو اللي حضراتكم ايه شايفينه، ده اساسي في عملية التطهير.